واش كتعرف بلي اصعب حاجه تقدر ديرها هي ترضي واحد مريض بمتلازمه الحقيقه المطلقه؟ هذا النوع واخا ترسم ليه لوحه الموناليزا غيقول لك علاش الاطار فيه شويه د الغبره. اليوم غنهضروا على واحد الفيروس كياكل العلاقات سميتو هوس البحث عن الخطا. اولا الحظيه. الكاتب كيشرح بلي كاين فرق بين النقد اللي كيبني وبين التبرقيق اللي كيهدم. الشخص اللي ديما حاضي غير فين غلطتي وفين زلقتي هو في الحقيقه انسان كيعاني من نقص الداخل، كيحاول يبين راسو بانه عاقب الغلط ديالك، ولكن هو غير حاضي النص الخاوي من الكاس. ثانيا اللي حضر الحاجه كيقجها، اللي هي التركيز السلبي. فاش كتركز غير على العيوب ديال الناس، مثلا في دارك في خدمتك ولا مع صحابك، راه كتولي بحال شي رادار ديال الزبل حاشاك. الدماغ ديالك كيتبرمج يشوف غير الخايب، وهذا الشيء كيخليك ديما مقلق ومعصب ومنعزل. الكاتب كيقول بلي هاد الهواس كيقفل عليك بيبان السعاده والراحه. ثالثا الكمال لله. كاينين شي ناس كيعذبوا راسهم بالبحث عن الكمال، كيبغي كلشي يكون مسطره، ولا لقى شي غلط صغير في شي حاجه زوينه كيمحي داك الزين كامل بسبب داك الغلط. هاد النوع كينسى بلي الجمال في الاختلاف، وبلي حتى واحد ما معصوم من الخطا. رابعا كيفاش تداوي راسك من فيروس الحظيه. الا لقيتي راسك كدير هاد الشيء فراني دابا. تعلم تغمض عينيك على الصغائر، غمض عينيك تزيان الدنيا قبل ما تنتقد الاخر. شوف راسك في المرايه واش انت مثالي. ركز على الانجاز ماشي على الغلطات الصغيره اللي طراس في الطريق. خلاصه الكلام، اللي كيقضي حياته كينبش في عيوب الناس كينسى يصلح عيوبه. لا تكن ذبابا لا يقع الا على الجرح، كن بحال النحله قلب غير على الورد وخلي عليك الخنز يداويه مولاه. اسئله الختام. واش كتعرف شي واحد في حياتك خدمته هي يقلب لك على الغلط؟ طاقي هنا وقول له راه الكمال لله. شنو هي الجمل اللي كتقولها لراسك فاش كتبغي تغمض عينيك على شي غلط بسيط باش ما تمرضش؟